لا طبعا لازم تقولي له. انت بتتضايقي لما بيخبي عنك حاجه، هتيجي انت بقى تخبي دلوقتي؟ ايوه طبعا، دي حاجه ما ينفعش تستخبى. يا جماعه انا جايه لكم عشان تهدوني، انتوا كده بتوتروني اكتر. وبعدين انا مشكلتي مش في ان انا اقول لمالك، انا مشكلتي في البيبي اللي جاي طرف تالت فجاه في حياتنا واحنا بنتخانق تقريبا كل يومين. ده انا اخر مره هنت على مالك يقول لي احنا شكلنا اخترنا غلط. وفيها ايه؟ ما كلنا عندنا مشاكل وكلنا بنتخانق في بيوتنا. البيبي ده نعمه كبيره قوي من ربنا، لازم تكوني فرحانه وممتنه بيها. وحتى لو انت ومالك بتتخانقوا، البيبي ده هيغير حياتكم ويقربكم لبعض اكتر، وبكره تقولي كارمن قالت. ايوه، انا مش عارفه من غير يوسف كانت تبقى حياتي عامله ازاي. انا فاهمه هي حاجه تخوف انك تبقي قاعده مستنيه بيبي مسؤوله عنه، بس ده بقى امر واقع. ولا بقول لك ايه، تحبي تنزليه؟ انا عندي دكتور كويس. ايه اللي انت بتقوليه ده يا بوسينه؟ لا يمكن اعمل كده. ده اسمه العلاج بالصدمه يا استاذه. شفتي انت رد فعلك كان ازاي لما عرضت عليكي تنزليه؟ لا العظيم خضتيني، افتكرتك بتتكلمي جد. انا قلت بوسينه اتجننت. لا، ده الجنان الاصلي بقى لما تعرفوا اميره عملت ايه. ايه؟ مش انا قابلت مالك النهارده؟ والله؟ وقابلت فادي ابن عمتك. هم؟ والله رحت انا ومالك والسكرتيره بتاعته شركه كده، يعني كنا بندور على شقه، يعني استثمار، يعني حاجه لقدام يعني. غريبة. مم. بس أصلك يعني عمرك ما قلت لي إنك مهتم بموضوع الاستثمار العقاري ده. وبعدين هو مالك أصلا عنده سكرتيرة ليه؟ هو مش عنده شركة ديكور؟ انا بقى ما اعرفش يعني هي السكرتيره بتاعته ولا ايه، بس يعني هي بتشتغل معاه، يعني هما كانوا بيتكلموا في شغل يعني. أيوة، بس أنا برضو ما فهمتش، يعني دي حاجة أنت ومالك عايزين تجيبوها كده مع بعض، ولا أنت عايزه يعني يشطب لك البيت ده، ولا هي الست دي هتبقى شركتكم في البيت، ولا مش فاهمة حاجة. لا شركتنا مين؟ دي بنت لون انا ما ارتحتلهاش اصلا، عامله فيها شكيره كده. لا دي حاجه انا ومالك يعني هناخدها استثمار مع بعض، يعني نحط فيها فلوسنا، يعني بدل ما احنا بنضيع الفلوس يعني. بقول لك إيه يا أمجد، هو أنت مبسوط معايا؟ اه مبسوط اه. ليه بتسألني السؤال ده؟ ليه دلوقتي يعني؟ مش فاهم. عادي، هو جاي في بالي بس فقلت أسألك. انا هقوم انام بقى، تصبح على خير. أنت من أهل الخير.